طبعا احنا اول حاجه بنعملها دلوقتي اخفاء الهالات اللي تحت العين بالظبط. باننا بنبتدي نحط. طبعا يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، انتوا في البيت ممكن ما تقدروش تجيبوا الماتيريالز اللي هي زي اللي بتستعملها سحر. دي انواع بتبقى خاصه بالشغل اللي ممكن يثبت معاكي فول داي، او ممكن يكون معاكي ينفعك اكتر في التصوير، ممكن ينفعك اكتر وانتي رايحه سهره يثبت معاكي. يعني انتوا ممكن تستعملوا اسهل ليكم البانكيك المائي، او ممكن السوبرا زي اللي مع سحر. دي سهله وكلنا نقدر نستعملها بسفنجه خفيفه. دي ماده كريمي نقدر ان احنا نفرشها على البشره. ممكن نسال سؤال، يا جماعه احنا بنعمل ميك اب بس بيطلع فاشل جدا ومش ناجح. علشان الميك اب ينجح يا جماعه لازم نحطه بحسبان خفيف جدا وما نكترش، ونبتدي نعرف بشرتنا محتاجه لون ايه. العظم بتاع وشنا بيختلف، تقسيم البشره وتشريحها بيختلف. الاسبونجه دلوقتي اللي هتستخدمها سحر طبعا لازم تكون رطبه او مبلله ومعصوره كويس جدا علشان نقدر نسيح الفاونديشن اللي احنا بنستخدمه. طبعا في ماتيريالز كتيره قوي احنا ممكن نستخدمها، زي كونسيلر، زي فاونديشن سايل، زي باودر مائي. مش شرط نستخدم البانستيك اللي استخدمته سحر. بس انا عايزه اقول لكم هي طبعا علشان خبيره تجميل بروفيشنال الادوات بتاعتها لازم تكون بنفس الماتيريالز دي. احنا شايفين مع بعض حاجه اسمها سترومباج او مزج تدريجي للالوان من خلال الثلاث الكلرات اللي استخدمتهم سحر في اللون. هنشوف طبعا مع بعض المزج ده هيعمل لنا ايه في الاخر. مرحله هنمشي مع بعض وهنسيح اللون بطريقه متناسقه وبطريقه تقدر انها تعكس الظل والنور. اللعبه على الظل والنور دي اهم حاجه للبشره. محدش يفرح يا جماعه ونقول لا انا عايزه احط اللون ده هو ده بشرتي. وخطا شائع جامد جدا بتقع فيه كل البنات، ان هم بيجربوا الفاونديشن بتاعهم اللي بيعملوا له تيست على كف الايد. غلط. عايزه تعملي التيست على الفاونديشن عشان تعرفي قريب من لون بشرتك ولا لا، تجربيه على منطقه الفكين. وتبتدي بيبقى في تيسترز في الصيدليات، في محلات التجميل، في محلات الميك اب، تقدري ان انت تجربي على بشرتك وبمنديل مبلل تمسحي وتجربي، وده بيكون تقدري تجيبي اقرب درجه لبشرتك. تاني بقول لكم احنا لازم نستخدم دايما الدرجات القريبه للبيج. قبل ما ببدا مرحله الميك اب لازم اجهز بشرتي، ان انا ممكن احس ان بشرتي تعبانه او مجهده او مرهقه. بعمل ايه؟ لازم اعمل ماسك او سكراب، ولازم احط الكريم المرطب قبل الميك اب، وابتدي اتاكد تماما ان بشرتي امتصت كل الكريم، لان الكريم لو ما امتصش كويس هيسيح معايا الميك اب ومش هيكون ليه ثبات على البشره. بعرف ازاي ان كريم الاساس ثبت على بشرتي، كريم الترطيب ثبت على بشرتي، ان انا باخد جزء من كلينكس وببتدي اعمل بطريقه التربيط الخفيف على بشرتي علشان اشوف لسه في مواد دهنيه ولا لا. بعد شويه ابتدي اجهز البشره وابتدي اوزع الكونسيلر، وابتدي ابدا بمنطقه الهالات اللي تحت العين، وابتدي اشوف اي مناطق غامقه عندي.